من الأخ من العراق. نعم. شكرا جزيلا السيد الرئيس. شكرا جزيلا سيد الرئيس. في الحقيقة نحن نشعر ما أدري أقول بالعار، بالعجز، بالقهر إزاء ما نرى من عدوان يستهدف إبادة البشر بهذه الطريقة الوحشية لدولة عار على الإنسانية، عار على الديانة اليهودية، عار على البشرية، في منطقة محاطة بدول إسلامية وعربية تعجز أن تفعل أي شيء بالنسبة للفلسطينيين، تعجز حتى عن مدهم بالماء والطعام. وفي الوقت الذي يموت الناس فيه ليس فقط بالقنابل، وإنما يموتون فيه بالجوع وبعدم وجود أدوية. ونحن هنا نأتي نتناقش على مقترحات بسيطة جدا ومع ذلك نختلف عليها. ألا تشعر الدول الإسلامية بالعار والخزي في هذا الموقف؟ الإنسانية كلها ألا تشعر بالخزي والعار على ما يتم الآن في فلسطين؟ هذه في الحقيقة لحظة من اللحظات الأسوأ في تاريخ البشرية، أن تأتي دولة تقوم بهذه الإبادة الجماعية بهذه الطريقة، وهناك عدد كبير من الدول الكبرى تقتل معها، تساعدها عسكريا استخباراتيا، وهناك دول إسلامية تفتح الممرات للأغذية والأدوية لكي تصل إلى إسرائيل في الوقت الذي تمنع فيه الفلسطينيين من هذه الأمور. ما الذي فعلته الدول الإسلامية غير أن تقول نناشد ونستنكر ونرجف، والناس ملت من هذه الأقوال، تريد أفعال حقيقية. على نصرة هذا الاقتراح فعلا عجزنا في كل المؤتمرات التي تم تداول هذا الأمر في أنغولا ثم في جنيف، واليوم أيضا هناك انقسام واضح. نحن وجدنا دول عربية تمتنع في بعض أصواتها عن تدعم هذه وتقف وكأنها تقف مع الصهاينة. إلى أين وصلنا نحن؟ هل يعقل هذا الأمر؟ هل يعقل أن كل هذه الدول التي ربما تجدها غير إسلامية لكن أكثر تحمسا من الدول الإسلامية لمناصرة هذه القضية وتجد الخذلان من إخوانك؟ الآن نقول الأمين العام يتحرك على نصرة هذا الاقتراح. ما الذي يستطيعه شخص واحد مع كل هذه الدول والوفود والالتزامات التي لا تسمح له بأن يرفع رأسه؟ ماذا سيفعل؟ أين هي جهودنا نحن؟ هل معقول أن برلمانات العالم تجتمع ولا تستطيع أن تقول نوقف الإبادة الجماعية؟ نوقفها، ليس نفعل شيئا آخر، فقط نوقف الإبادة الجماعية. هل معقول؟ أين وصلت البشرية هذه؟ أين نحن؟ فعلا نحن نشعر بالعار أن ننتمي إلى هذا المجتمع الإنساني في هذه اللحظة التاريخية، وهي ترى رؤوس الأطفال تقطع وتحرق داخل الخيام، والناس يموتون جوعا، ومدن بأكملها تنسف بالأرض. أين نحن؟ ما الذي نقول به وما الذي نقوم به وما الذي فعلته دولنا؟ دولنا هذه لا تستطيع أن توصل الماء والغذاء إلى الفلسطينيين الذين يبادون جماعيا، لا تستطيع أن تقطع علاقاتها مع إسرائيل. دولنا هذه لا تستطيع أن تقطع علاقاتها مع إسرائيل، حتى هذه لا تستطيع أن تفعلها. أين وصل العجز بالمسلمين اليوم وبالعرب وبالإنسانية؟ أين وصل بهم الأمر؟ أن لا يطردوا سفارات الدولة القاتلة، هذا الدولة العار على البشرية، لا يطردوا سفاراتهم من بلادهم، لا يفعلوا أي شيء. نحن نستغرب بالحقيقة. لذلك دعونا نفكر بطريقة مختلفة. الذي يطلبه الأخ من الأردن هو شيء جيد، لكن هذا أضعف الإيمان، حتى هذا الأضعف الإيمان نختلف عنه. شكرا جزيلا.